أخلاق الإيمان. فمن جملة هذه الأخلاق تلك الأخلاق العشرة التي بينها القرآن في سورة الرعد، وهي الأخلاق التي يبنى عليها المجتمع والفرد الفاضل الذي تقوم على كتفه عملية البناء الحضاري. لأن مجتمعنا اليوم يجب أن يخطط على المدى القريب وعلى المدى البعيد. الإسلام دائما في منظوره التاريخي يهدف إلى إيجاد حضارة. والحضارة ماذا تعني؟ الحضارة حينما نتحدث عنها نعني أن يوفر المجتمع الضمانات لجارونتي لكل فرد يعيش فيه، بمعنى كل من يأتي إلى الحياة يجد المجتمع قد هيأ له الشروط المادية والمعنوية التي تساعده على بناء شخصيته وعلى تنمية استعداداته ليساهم في دفع هذه العجلة عجلة الحضارة قدما إلى الأمام. ولهذا إذا لم نبني الرجال بالقدر الكافي الذي يغطي ما تتطلبه عملية البناء فإننا لا نستطيع الإقلاع. وهذه العملية عملية بناء الرجال هي التي قصد إليها جميع المصلحين الذين تعاقبوا على العمل الإصلاحي في أمتنا، الشيخ حسن البنا، الشيخ المودودي، الشيخ عبد الحميد بن باديس. كل هؤلاء أرادوا أن يعيدوا البناء الأخلاقي، البناء التربوي لإفراد الأمة. ولهذا الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي نحتفل هذه الأيام بذكرى وفاته يوم 16 أبريل، ماذا فعل عندما رجع من المشرق؟ كان بإمكانه أن يقوم بانتفاضة ضد فرنسا فتقضي عليه فرنسا وينتهي المشروع، ولكن الشيخ بن باديس قال إن فرنسا قد استعمرتنا لأننا متهيئون للاستعمار بسبب جهلنا، بسبب ضعفنا. إذا أردنا أن نخرج الاستعمار يجب أن نعمل على إزالة أسباب وجود الاستعمار. ولذلك ماذا فعل عندما عاد من المشرق؟ جلس في بيت الله، لم يطلب من فرنسا أن تعطيه سبورة ولا طاولة. المسجد كان موجودا والحصير كان مفروشا والشيخ عبد الحميد كان متهيئا والتلاميذ كانوا متعطشين، فجلس يعلمهم، فأذن بكلمات الهدى بالدعوة إلى النهضة. فكانت كلمات الشيخ بن باديس التي نفخها في تلامذته الأولين كانت بداية الانطلاق وبداية النهضة، فتكون جيل متشبع بالوعي، متشبع بالثقافة الإسلامية، متشبع بالروح الجهادية. فكانت تلك الاستجابة الإجماعية خلال الثورة التحريرية المباركة. إذن هذه الأخلاق هي الضرورية لكل عملية تغيير. لا يمكن أبدا أن نبني مجتمعا إسلاميا بأدوات جاهلية. ولهذا مهما اشتغلنا بالعمل السياسي، مهما اشتغلنا بالعمل الانتخابي، يجب أن لا ننسى العمليات التربوية التي تخرج الرجال الرساليين الذين يعطون كل شيء ولا يطالبون بأي شيء.
الذين يجسدون تعاليم الإسلام في سلوكهم، الذين يجمعون بين الكفاءة العلمية والحرارة الإيمانية والاستقامة الأخلاقية. في البناء الأخلاقي للنفوس للرجال شرط أساسي لنجاح المشروع الإسلامي، وإلا بمرور الزمان سنستهلك ما بنته الحركة الإسلامية من الرصيد التربوي، ثم نعود كسائر الناس نتهالك على حطام الدنيا ونتنافس على الدنيا الفانية ونتقاتل من أجلها. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين لنا مجموعة من الأخلاق من الصفات يجب على الأمة الإسلامية أن تحرص على غرسها في النفوس، وهي التي ذكرتها من سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الصفة الأولى أن المسلمين يجب أن يكونوا يقظين، أن تكون أذهانهم مفتحة وأنظارهم مستبصرة، أن يتحلوا بالروح النقدية، لأن الكفار ما هو سبب كفرهم؟ سبب كفرهم كما ذكر القرآن الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولهذا كلما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة ذميمة للكافرين ذكر معها تعطيل عقولهم. حتى الكفار المحدثون، حتى جاهلية القرن العشرين، فإن الكفار فكروا في الطبيعة، فكروا في قوانين التصفير، فكروا في كيفية السيطرة على الطبيعة، ولكنهم عطلوا أنفسهم أن يفكروا في مصير الإنسان، في مصدر الإنسان، في المنهج الذي ينبغي في المصدر الذي ينبغي أن يستمد الإنسان منه منهجا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الكفار مهما بلغوا من تقدم، فإنه يذكرهم بأنهم لا يختلفون عن الحيوان، لأنهم يأكلون ويتمتعون ولا يفكرون في شيء سوى ذلك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذا لا يعني بأن سبب كفرهم هو قوتهم الدنيوية، لا، وإنما هو تعطيل لبصائرهم وتعطيل لعقولهم. وهذا لا يعني بأننا نحن ينبغي أن نذهب في هذه القوة المادية التي سيطروا بها على العالم، لا، إن هذا لا يتناقض مع كوننا مسلمين، بل لا يمكن أن نكون مسلمين نحق الحق ونبطل الباطل إلا إذا كنا أقوياء إيمانا وأقوياء ماديا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الصفة الثانية: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. المسلم من المفروض له عهد مع الله، أن يطيعه ولا يعصيه، أن يذكره ولا ينساه، أن يشكره ولا يكفره، وأن يمتثل لأمره. إذن المسلم من المفروض بمجرد أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو له عهد مع الله أن يمتثل لأمره. ولذلك نحن لا يمكن أن نكون مسلمين فقط بالانتماء الجغرافي ثم تكون كل حياتنا مخالفة للإسلام، بل يجب أن نعيد بناء حياتنا على أساس الإسلام، وإلا سيبقى إسلامنا
ناقصا. إذن الصفة الثانية هي الوفاء بالعهود. ومجتمعنا مع الأسف بدأ يفقد هذه القيم التي ينبغي أن نحرص على إعادة بنائها في واقع حياتنا. والذين ما يصلون ما أمر الله بها أن يوصل. أيضا من صفات المسلمين المؤمنين الرساليين التواصل فيما بينهم. ما معنى التواصل؟ بمعنى أن يتعارف الناس فيما بينهم، وأن يتعرفوا على الروابط التي تربطهم، ويعطي كل ذي حق حقه. اليوم نشاهد أيها الإخوة بلاد المسلمين وخاصة بلادنا هذه قد بدأت أخلاق الكفار تسري فيها. وقد شاهدتم في التلفزة بعض الحصص والتحقيقات كيف أن بعض أبناء المسلمين يستودعون آباءهم وأمهاتهم في ملاجئ العجزة، وهذا لا ينبغي أن يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله لقد كنت غنيا وابني هذا فقير، وكنت قويا وابني هذا ضعيف، وكنت لا أمنعه شيئا مما عندي، فأصبحت اليوم ضعيفا وابني قوي، وأصبحت فقيرا وابني غني، ولا يعطيني شيئا مما عنده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع هذا الكلام حجر ولا مدر إلا بكى. ولهذا على أبنائنا على إخواننا أن يرعوا حق آبائهم وأمهاتهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الواجب الأول أن تعبد الله، والواجب الثاني أن تبر والديك. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني ليس هناك شريعة في الدنيا تحرم إيذاء الوالدين بهذا الحد الأدنى من الأذى. يعني أقل شيء يمكن أن يتصوره الإنسان من الأذى للوالدين وهو كلمة أف فهو محرم، فما بالك بالضرب، وما بالك بالشتم، وما بالك بأن ترميهما في ملاجئ العجزة يعانون سوء العذاب. لأن الإنسان ليس حيوان لا يحتاج فقط إلا إلى الأكل وإلى الشرب وإلى الملابس وإلى المأوى، وإنما يحتاج إلى الدفء الإنساني، يحتاج إلى الكلمة الطيبة، يحتاج إلى إدخال السرور إلى قلبه. صحيح لو كان الإنسان مثل البقرة أو مثل الحصان إذا توفر له العلف يكتفي بذلك، ولكن الإنسان بشر، عاطفة، قلب، وجدان، يحتاج إلى كلمة طيبة ترفع معنوياته، تدخل السرور إلى قلبه. ولذلك ما بدأ يظهر في مجتمعنا يجب أن يزول. فالإنسان مطالب بالإحسان إلى والديه، ولكن أيضا لابد من قول كلمة. فإن الإحسان إلى الوالدين لا يعني أن الأب يفرض على ولده كل الآراء وكل التوجهات، بل لابد من تشاور، لأن الرأي الصائب قد يكون عند الصغير وقد يكون عند الكبير. ولكن في كل الحالات يجب التعامل مع الوالدين بالأدب، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن للوالدين حقا ليس لأحد سواهما. حتى عندما نأمر الأب أو ننهى عن المنكر يجب أن نستعمل معه أدبا خاصا، لا نستعمله مع سائر الناس، ولا نستعمله مع الأبناء، ولا نستعمله مع الزوجة، وإنما نستعمل مع الوالدين